فيديو سيرك طنطا نمر يأكل يد العامل محمد البسطاويسي. في اليوم الثاني من أيام العيد 2025 وقعت حادثة نمر يهاجم ويأكل يد محمد البسطاويسي عامل مساعد في عرض حفل سيرك المروضة النوسة بمنطقة البريفة طنطا في مصر. وقد أكد محمد البسطاويسي وقال النمر كان يعاني من الجوع منذ 10 أيام والسبب الأكل غير متوفر لحيوانات السيرك. وقال النمر أكل لحم إيدي وترك العظام ولكن تم بتر اليد بعد عملية جراحة دامت 4 ساعات. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل قصة الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو FM. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبمناسبة عيد الفطار 2025 عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير. تفاصيل الفيديو: بتاريخ يوم الثلاثاء الثاني من أيام عيد الفطار 1 من أبريل 2025 وثقت كاميرا الهاتف لحظة نمر يأكل يد محمد البسطاويسي الذي يبلغ من العمر 21 سنة، يعمل منذ 10 سنوات في سيرك وهو العامل مساعد في عرض حفل سيرك المروضة النوسة بمنطقة البريفة طنطا. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو سيرك طنطا من خلال العديد من المنشورات والتعليقات. لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول، وقد أكد محمد البسطاويسي وقال النمر كان يعاني من الجوع منذ 10 أيام والسبب الأكل غير متوفر لحيوانات السيرك. وقال النمر أكل لحم إيدي وترك العظام، والنمر ليس هو من قطع يدي ولكن الحقيقة تم بتر اليد بعد عملية جراحة دامت 4 ساعات. وقال هناك قضية وسأطالب وأدافع عن حقي. ونعلمكم إلى حد الآن هذه هي المعلومات المتاحة من المصدر، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.